سجن الكاتراز ماشي سجن عادي، هذه قلعة مبنية فوق صخرة وسط البحر. في 1962 هاد البلاصة كانت هي النهاية ديال أي سجين اللي حط رجلو تما صافي بحال وقع على شهادة الوفاة ديال الحرية ديالو. فكرة الهروب من السجن مستحيلة بسبب الماء اللي داير بالسجن كيكون بارد بزاف صيف وشتا، والتيارات ديال البحر الخطيرة تقدر تجرك القاع بلا ما تحس. والحراس في السجن عينيهم ما كيغفلوش وصبعهم على الزناد معطياهم اوامر باش يضربوا بالرصاص على اي واحد حاول يهرب. الهروب من سجن الكاتراز اخطر فكره مجنونه تقدر تطيح في بال اي معتقل في هذا السجن. ولكن واش بصح ما كاينش اللي يقدر يكسر هذه القاعده؟ واش بصح سجن الكاتراز سجن لا يقهر؟ اليوم غنرجعوا بالزمان لواحد ليله غيرت كل شيء، الليله اللي فيها 3 ديال المساجين اتفقوا يديروا المستحيل. في هاد الليله سجن الكاتراز المعروف بالصخره غادي يتزلزل على يد هاد 3 ديال السجناء، والقصه ديالو مازال لحد الان خليط بين الحقيقه والخيال. هاد 3 ديال السجناء داروا اعظم هروب من سجن شديد الحراسه والخطوره في التاريخ. باش نفهموا هاد الهروب الاسطوري من سجن الكاتراز خاصنا نتعرفوا على المساجين اللي هربوا. الاول هو فرانك موريس، هذا هو المايسترو، العقل المدبر، الاي كيو ديال الذكاء ديالو طالع للسما، من اذكى المساجين اللي دازوا في سجن الكاتراز. ماشي من دوك اللي كيهربوا بالصدفه، لا، هذا كيخطط لكل شيء بالستيلو والورقه. معاه 2 خوت، جون انجلين وكلارينس انجلين، هادو القلب الحار، عندهم تجارب سابقه في الهروب وما كيخافوش بالمعنى الحرفي ولاد الحرفه. وكاين سجين اخر هو الان ويست، هذا هو اللي بحال الجوكر في القصه، هذا هو اللي جاتو الفكره الاولى ديال الهروب من السجن. تخيل معايا تكون مول الفكره ديال الهروب وتبقى حاصل في السجن. القصه ديال الان ويست غريبه شويه، غنرجعوا ليها من بعد. سجن الكاتراز كان مصمم باش يقتل في السجناء اي امل في الهروب، ولكن هاد المساجين اللي هربوا الامل عندهم كان هو الوقود. الخطه بدات بواحد ملاحظه بسيطه دارها الان ويست. فاش كان كينظف واحد البلاصه فوق الزنازين شاف واحد الفتحه ديال التهويه، فتحه التهويه في السقف ديال المبنى كامل، وهاد البلاصه هي التمديدات ديال المرافق الصحيه اللي كاينه ورا كل زنزانه. وهاد فتحه التهويه كتأدي لسطح مبنى السجن، والاهم الحيط اللي داير بها بدا كيتاكل بفعل الملوحه ديال البحر. فرانك موريس فاش سمع هاد الهضره عينيه لمعوا. الخطه نظريا كانت سهله، يحفروا في الحيط اللوراني ديال الزنازين ديالهم، يحفروا في ديك الفتحه الصغيره ديال التهويه اللي كاينه في كل زنزانه باش يديروا فجوه كبيره يدوزوا منها لواحد الممر ديال خدمات التمديدات ديال المرافق الصحيه. من تما يبداو يتسلقوا مع الانابيب حتى يوصلوا لفتحه التهويه الكبيره المؤديه للسطح، يقطعوا القضبان ديالها ويخرجوا لسطح السجن. ولكن باش حفروا ديك الفتحات ديال التهويه الصغيره اللي في كل زنزانه، هنا فين كاين الابداع. بالمعالق، بالمعالق ديال الماكله. شهور هما كيحفروا في داك الاسمنت القاصح وبالليل، وباش ما يتسمعش الصوت كانوا كيستغلوا ساعه الموسيقى. سجن الكاتراز كان كيسمح للمساجين يعزفوا ساعه في النهار، في ديك الوقيته المكان كيكون صاخب بالاصوات والضجيج، وهما كيلقاوها فرصه باش يحفروا. من بعد ما حلوا الطريق من الزنازين للممر بدات المرحله الثانيه، الفلوكه. فرانك موريس لقى مجله قديمه كتشرح كيفاش تصاوب الاشياء بادوات بسيطه. هاد المجله عطاتو الالهام باش يصاوب فلوكه مطاطيه وجيليات ديال النجاه من المعاطف ديال الشتاء. جمعوا تقريبا 50 معطف، وفين خدموا عليهم الان ويست بداعي التنظيف قنع الحراس يخليوه يعلق شي شراشف فوق الزنازين باش الغبره ما تطيحش على الحراس لتحت، وبهذه الطريقه خلق ورشه سريه بعيده عن الاعين كيقادوا فيها العده ديال الهروب وكيقطعوا في القضبان ديال ديك فتحه التهويه المؤديه للسطح. ولكن كيفاش كيخليو بلاصتهم في الزنزانه تبان عامره فاش كيكونوا خدامين في هذه الورشه السريه، خصوصا بالليل؟ هنا فين جات فكره المانكاه. صاوبوا رؤوس مزيفه من الصابون والغبره ديال الاسمنت والورق ديال الطواليط والشعر اللي كان كيجمعوا كلارينس انجلين من مركز حلقه الشعر ديال السجن. كيحطوا الراس المزيف فوق المخده وكيغطيوه، والحارس ديال السجن فاش كيدوز ويضرب طله كيبان ليه بنادم ناعس ما كيشك في والو. الدهاء والذكاء في ابسط الحوايج. وجات الليله الحاسمه 11 يونيو 1962. فرانك موريس والاخوين انجلين حطوا المانكا في بلايصهم، فتحوا دوك فتحات التهويه الصغيره اللي في الزنزانه وخرجوا للممر المظلم. الان ويست بقى في بلاصتو. داك الاسمنت اللي كان كيسد بها فتحات التهويه الصغيره قبل ايام من الهروب يبسات اكثر من القياس وما قدرش يعاود يحفرها باش يخرج منها. صحابو بقاو كيتسناوه ولكن الوقت ما معاهش اللعب.
كان الاتفاق واضح بيناتهم، اللي تعطل نكملوا بلا بيه، ومشاو كملوا خطة الهروب من السجن وخلاوه. تخيل معايا الاحساس ديالو في ديك اللحظه، هو كان مول الفكره ديال الهروب من السجن، وفي الاخير هو اللي حصل في السجن. كملوا خطه الهروب ديالهم من السجن وطلعوا مع الانابيب ديال المرافق الصحيه حتى وصلوا للسقف فوق الزنزانه، حيدوا القضبان اللي كانوا من قبل مقطعينها في الورشه السريه هنا نيت، وخرجوا لسطح السجن. من تما بحال الاشباح تسلوا حتى وصلوا للشاطئ، تما نفخوا الفلوكه المطاطيه اللي صاوبوا بواحد الاله موسيقيه كان فرانك موريس معدل عليها باش تنفخ الفلوكه قبل ما دير الصوت، ودخلوا في قلب الظلام وفي قلب الامواج. الصباح مع السبعه فاش بداو الحراس كيحسبوا المساجين كانت الصدمه. دخل الحارس للزنزانه ديال فرانك موريس، ناض كيناديه، مد يدو باش يحركو، طاح الراس المزيف في الارض. سجن الكاتراز تقلب سفاه على علاه. صفارة الانذار بدات، الاف بي اي جات وبدات اكبر عمليه بحث في التاريخ ديالهم. الان ويست هو اول واحد شدوه في التحقيق، حيت الحفره في الزنزانه ديالو كانت باينه. عاود ليهم كل شيء، او على الاقل داكشي اللي بغاهم يعرفوه، حيت الشكوك كتقول باللي خبى معلومات خطه الهاربين من بعد ما يوصلوا اليابسه. سجن الكاتراز قلبوه من الفوق لتحت، البحر تم المسح ديالو بالباطوات والغطاسه، والو بحال تبخروا. الجثث ديالهم ما كاينينش. الاف بي اي بقاو 15 عام وهما متبعين هاد الحادثه، وفي الاخير سدوا الملف، قالوا غرقوا. والدليل ديالهم لقاو شي اكياس فيها شي حوايج شخصيه ديال الاخوين انجلين وشي بقايا ديال جيليات النجاه، ولكن الفلوكه ما كاينش لها اثر. ولكن واش بصح غرقوا؟ هنا فين كيبدا الغموض. بزاف ديال الخبراء قالوا مستحيل يكونوا ماتوا، حيت حتى جثه ما بانت، والبحر ديال سان فرانسيسكو معروف كيرمي الجثث للشاطئ. ومن تما بدات كتخرج شي حوايج غريبه. في 1975 ظهرات واحد التصويره كيقولوا باللي ديال الاخوين انجلين في البرازيل عايشين حياتهم عادي، ما كاينش تاكيد 100%، ولكن التصويره كاينه. الوالده ديال الاخوين انجلين كيقولوا كانت كل عام كتوصلها باقه ديال الورود من شخص مجهول. شكون هذا اللي كان كيصيفط الورود؟ والصدمه الكبيره في 2013 وصلت واحد الرساله للاف بي اي، مولاها كيدعي انه هو جون انجلين، وانه فعلا هرب هو وصحابه وراه باقي عايش، ولكن كبر ومرض ومستعد يسلم راسه مقابل العلاج. الاف بي اي حلوا الخط، لقاو فيه شي تشابهات مع الخط ديال جون انجلين الحقيقي، ولكن صاحب الرساله غبر، ما بقى صيفط حتى رساله. اذا فين هي الحقيقه؟ واش فرانك موريس والاخوين انجلين بصح قدروا يهربوا من سجن الكاتراز وعاشوا احرار، او القدر كان اقوى منهم والبحر كلاهم؟ الروايه الرسميه معروفه، ولكن الروايه الاخرى ديال الامل والذكاء الخارق مازال كتدور. سجن الكاتراز اللي كان رمز للقوه المطلقه تم الاغلاق ديالو في مارس 1963، اي بعد 9 شهور من هذا الهروب الاسطوري اللي وقع في يونيو 1962. السبب الرسمي ديال الاغلاق التكاليف ديال السجن، ولكن بزاف الخبراء كيقولوا باللي هاد الثلاثه اللي هربوا هما اللي قتلوا السمعه ديال السجن وتسبب في الاغلاق ديالو. لهذا النهار فرانك موريس والخوت انجلين مازال مطلوبين للعداله في امريكا. قصتهم ولات اسطوره، والسؤال اللي بقى محير العالم هو واش هربوا ولا غرقوا؟ شنو بان لكم نتوما؟ خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. واش كتامنوا بالروايه الرسميه او عندكم شي نظريه اخرى؟ الى عجبتكم هذه الرحله العجيبه في التاريخ ديال اعظم هروب من سجن الكاتراز، ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله. تهلاو ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.